الفريق وهو بيستعد، وهنتكلم ان شاء الله في مباراه الاسماعيلي والاتحاد والاهداف موجوده معانا. كابتن صبري المنياوي بعد المباراه اعلن تضامنه مع مجلس الاداره واللاعبين تضامنوا، قال لك احنا هنعلق تدريبات الفريق، وهم المفترض ان هم بيستعدوا لمباراه هامه مع الخرطوم السوداني في يعني تعتبر في افتتاح مباراه الفريق في البطوله العربيه دي. واحد الحاجه الثانيه اللي هي وقفه احتجاجيه طبعا لالتراس النادي الاسماعيلي برضو ضد قرار استقاله مجلس الاداره او الاعتراضات على كل اللي بيحصل داخل النادي الاسماعيلي. في بدايه كلام حضرتك بتقول النادي الاسماعيلي هو ملك لكل العناصر دي، رايك يا باشمهندس؟ رايي ان دي ظاهره ايجابيه مش ظاهره سلبيه، ان اللعيبه متضامنه مع مجلس الاداره، المدير الفني متضامن، الجمهور قطاع منه ظهر تضامنه واحترامه لمجلس الاداره. يا ريت كل اسماعيليه تتضامن مع مجلس الاداره، بحيث ان اصل ده مجلس اداره النادي الاسماعيلي، فطالما احنا بنحب النادي الاسماعيلي لازم نساعد مجلس الاداره في الاجراءات اللي بيتحرك فيها. زي ما قلنا مجلس الاداره ممكن يدقق شويه، لكن أيوة. في نفس الوقت مجلس الاداره هو روح النادي الاسماعيلي، فلازم كل الناس تساعد مجلس الاداره. يبقى احنا بنأكد على دعمنا لمجلس الاداره، وبنقول ان انتوا صح وبتفكروا، وبأكد للمره المليون، وكان اخرها الحلقه اللي فاتت كان اتصال مع العميد محمد ابو السعود في جزئيه خط الدراويش، وقلنا فكره رائده في مصر، اول فريق يطبقها على الاقل في مصر، مش هنقول في الشرق الاوسط بس هنقول في مصر، وان شاء الله الانديه كمان الجماهيريه الاخرى تستعين بالفكره يا باشمهندس، وتبقى النادي الاسماعيلي هو حرام ان يكون النادي الاسماعيلي سباق في حاجه. يعني احنا حابين كمان نوقف له المشروع اللي يعتبر جديد بالنسبه للنادي الاسماعيلي وخط الدراويش ده. لا طبعا دي فكره كويسه وحاجه جميله، واي اراده يجيبوا المشروع ده يعتبر يعني تحسب لمجلس اداره النادي طبعا. لكن انا شخصيا يعني بقول لحضرتك مش ده حل مشكله النادي، لكن ده انا مش لقد ما انا استغفر الله العظيم، انا بحيي المجلس الاداره على المشروع ده جميل، لكن بقول لحضرتك ممكن اكون غلطان، وممكن يكون لان حتى انا سمعت من الحاج محمد من زمان المشروع ده كان حكاهولي هيجيب ايراد وربنا يوفقه ويجيب اقصى ما يمكن، لكن هل ده هيكون الحل بتاع لا، لكن هيحتاجوا حاجات تانية كتير. نعم، وحاجات حلول اقوى كمان من كده، وربنا يوفقهم زي ما ابتدوا بحاجه لازم يسعوا في حاجات تانية كتير قوي. اكيد، لكن احنا بنحبين ناكد ان دي فكره غير تقليديه، فكره جديده، والمفترض ان شاء الله كان في طريقها للنجاح، وباذن الله هتنجح، والانديه التانية هتاخد الفكره وتطبقها باذن الله، والفكره هتنجح ان شاء الله. حابين برضو بنقول لمجلس اداره النادي الاسماعيلي هو هيرجع ان شاء الله خلال الايام اللي جايه دي باذن الله تعالى، هيرجع مجلس اداره النادي الاسماعيلي. حابين نقول زي ما الباشمهندس قال دققوا بقى شويه في الاجراءات علشان ما حدش يمسك عليكم غلطه بس، لكن من الفكره غير تقليديه زي خط الدراويش فكره جديده ان تستعين بجمهور النادي الاسماعيلي.